حسيت ان حاجة صغيرة حصلت معاك قبل كده، او خطوة صغيرة او كلمة اتقالت، عادة بسيطة، فجأة بعد فترة لقيت الدنيا اتبدلت بسببها؟ الموضوع شبه كرة التلج بتميل على منحدر. البداية بتبقى بسيطة، لكن كل ما تنزل تكسب حجم وسرعة، بقت غير قابلة للإيقاف بسهولة، مبقتش تعرف توقفها. النهاردة هنحكي عن الكرة دي، ازاي تحجمها أو تستغلها أو توقفها قبل ما تكسر حياتك. تخيل معايا كده طفل بيبدأ يتدحرج كرة تلج صغيرة على تلج. في الأول الكرة دي بتبان صغيرة، لكن كل لفة بتاخدها بتلم تلج وبتكبر، كل ما تنزل تلم وتكبر. بعد شوية الكرة بتبقى كبيرة لدرجة انها تجر وراها حاجات تانية، تراب، أغصان، في الآخر ممكن تتقلب على بيت أو تكسر حاجات. نفس الحكاية مع عاداتنا وقراراتنا أو ردود أفعالنا. دلوقتي هنعمل إسقاط. كل واحد فينا عنده نقطة بداية، حاجة بسيطة في طبعه أو سلوكه. مثلا حد بدأ إن هو يتأخر عن المواعيد مرة، دي كرة صغيرة. مع الوقت بيبدأ يتعود، ما بيعرفش يرجع، بتبقى عادة، بيبقى مرض. يبدأ إن هو يفقد فرص، ناس بتفقد ثقتها فيه، بتبقى خلاص خدت عنه انطباع إن هو مش هيجي في ميعاده، وهكذا. يعني دي حاجة بسيطة، انت بيقنع نفسه مش مهم أتعلم، أو إنه مثلا يماطل في إن هو يعلم نفسه حاجة جديدة. لفة بالتانية بتخلي فرص الشغل بالنسبة له تقل، بتخلي رصيده هو العقلي أو رصيده في السوق بيقل. في حاجات بتخلي الكرة دي تكبر بسرعة، زي الإهمال، إنك تتجاهلها، البيئة اللي حواليك والناس اللي حواليك والعادات، اللامبالاة لنفسك، إنك لما تعمل حاجة تقعد تبررها لنفسك باستمرار. كل ده بيغذي الكرة. الاختيارات الصغيرة، عندك أفعال بسيطة بتتكرر، كل ما هتكرر الأفعال البسيطة دي كل ما هتديك تأثير كبير بعد كده. ازاي بقى تخلي كرة التلج الصغيرة دي تبقى لصالحك، تحولها لقوة؟ مش شرط كل كرة تلج تيجي تكسرك أو تدمر، انت ممكن تخليها في صالحك. زي مثلا انك تبدأ بعادة صغيرة، نعتبر الكرة دي عادة صغيرة، قراية، قرآن، تمارين، كل ده تدريجي. لو بدأت مثلا ب10 دقايق، في ربع ساعة، في تلت ساعة، حددت لنفسك ساعة يوميا تعمل فيها حاجات مفيدة زي كده. في الآخر الكرة دي مش قدر، هي نتيجة قرارات صغيرة اتكررت من غير ما نحس. كل واحد فينا عنده كرتين في حياته، واحدة بتكبر في الاتجاه الصح، والتانية بتجري وراك وبتسحبك لتحت. الفرق الوحيد انك تكون فاهم الاتنين، انك تكون واخد بالك من اول دفعة، من اول فكرة سلبية، من اول تسويف، من اول دحرجة للكورة. خلي بالك اللي بيكسرنا مش الأحداث الكبيرة، اللي بيكسرنا إننا بنسيب الحاجات الصغيرة تتراكم من غير ما نوقفها. ابدأ كده، حل الخطوات الصغيرة وما تتأخرش عليها، لأن الكرة لو كبرت ونزلت مش هتعرف توقفها. وخليك عارف إن انت الوحيد اللي ماسك الكرة دي في ايدك. والسلام.